السلام عليكم. انا باختصار وبسرعه كده عايز اتكلم عن اللهجه المغربي او لهجه دول شمال افريقيا. انا مصري عايش في المغرب بقالي تقريبا سنه وشويه. في ناس كتير كانت بتقول في الاول ان اللغه المغربي او اللغه الدارجه بيقولوا عليها في المغرب دارجه صعبه جدا وكلها فرنساوي وان احنا صعب نتعلمها وبتاع. طب هما بيتكلموا مصري. يعني في المغرب بيتكلموا، بتلاقي في ناس كتير بتفهم مصري وبتتكلم مصري عشان هم حبوا البلد، حبوا الثقافة، حبوا الشعب، حبوا يعرفوا ثقافات شعوب تانية. فحاولوا يتعلموا اللغة بتاعتها. ما تكونش قافل على نفسك وشايف ان اللغة المصري دي اللغة العربي الصح. حاول تتعلم يعني. انا مصري جيت عشت هنا طبعا غصب عني لازم اتعلم الدارجة المغربي. فبقيت بتكلم مغربي تقريبا زي المغاربة بالظبط. المغاربة شعب مضياف جدا وشعب محترم ومثقف وبيحب يتعامل مع الشعوب المختلفة والثقافات المختلفة. فانا لما جيت بتكلم معاهم مصري بقوا بيكلموني مصري. كنت بقول لهم لا ما تكلمونيش مصري، كلموني مغربي. انا ما كنتش بحب اتكلم مصري هنا عشان اتعلم مغربي. ده اللي خلاني اتعلم مغربي. لما تروح دولة تانية اتكلم باللغة، يعني تحاول تتكلم باللغة بتاعتهم حتى ولو غلط. الأول هيهزروا معاك وهيضحكوا عليك، بس مش مشكلة، بعد كده هتتعلم. أنا دلوقتي بقيت بتكلم يعني دارجة يعني كويس جدا زي المغاربة. محدش بيفرق إذا كنت مغربي أو مصري أو أيا كان. لما باجي بشتري حاجة أو بتاع بتعامل باللغة المغربي. محدش بيعرف، محدش بيبص لي بصة غريبة اللي هو ايه ده انت لهجتك مال عاملة كده ليه، انت شكلك مش مغربي، أو بيعاملني على أساس إن أنا مش مغربي. لا، ممكن أتكلم معاكم مغربي. أنا اسمي يوسف. عندي 24 عام. جيت لكازا تقريبا شي عام وشوية. كندوب الدارجة مزيان. القضية جاتني صعبة في الأول ولكن من بعد ولات سهلة. واخا مع يعني ما أنا ماشي من النوع اللي كنخرج بزاف وكنتعامل مع الناس بزاف، ولكن فاش بغيت نتعلم يعني فرصيت على راسي. بديت كندوي مع الناس. كانوا حدايا بزاف الدراري اللي علموني يعني. في الاول كنت كنسمع ما كنتش كندوي، حتى من بعد عاد تعلمت. يعني وليت كندوي. دابا طبعا الحمد لله وليت كندوي يعني تقريبا بحال المصريه. ما كانش الفرق بيني ما كانش فرق بين الدارجه عندي والمصريه. كندوي بهم بحال. وما حتى واحد ما كيعرف يفرق انا مغربي ولا مصري ولا الجنسيه ديالي شناهي. حتى كنقولها يعني ملي كنقول لهم انني مصري ما كيتيقوش. كيقول لي او كيفاش تعلمتي الدارجه. والحمد لله يعني اللي كيبغي يتعلم شي حاجه كيتعلمها، خصوصا اللغه وانك عايش في ديك الدوله وباغي ديك الدوله وباغي داك الشعب وباغي يتعلم الثقافه ديالو. وبشكركم طبعا في نهايه الفيديو. بشكركم بالمصري طبعا وبالمغربي. شكرا الاخوان.